موضوع اليوم موضوع مهم على انه شلون نطلع من علاقة حب سامة. اول شغلة لازم تعترف انه هاي العلاقة مؤذية جدا وما بيها اي امل حقيقي. ثاني شغلة لازم تخلي حدود وتقطع التواصل، وبرأيي ما تظل تتواصل، يعني تقطع من الاخير نهائيا، حتى اذا هي تدزلك لا ترد. ثالث شغلة اطلب دعم من صديق. طبعا احنا دائما يكون عندنا صديق واحد نحبه او نرتاح له او نمون عليه وهو كذلك. هنا انت لازم تحاول تشرح له شنو انت عندك او شنو بيك بالضبط، حتى هو لانه يختلف هنا، هو منظوره غير عن ما انت منظورك بداخل العلاقه. شوفوا دائما اللي يحب بين قوسين نحكيها بالعاميه مثل السكران، فهو الخارج العلاقه عنده منظور مختلف عن ما انت تنظر به. عرفت شلون؟ فبرايي انه تشرح لصاحبك هو ممكن يواجهك، لا تواجه هذا الشيء وحدك. رابع شغله اهتم بنفسك، هاي قلتها بالفيديو السابق كذلك، نفسك ثم نفسك ثم نفسك. مشاعرك، جسدك، وقتك، هذني جدا مهمات. مو حي الله واحد يجي انا اسلم له هذني لازم تشوفون الشخص اللي فعلا يستاهلهن. ما اروح على شخص ما مقدرني، ما مقدر وقتي، ما يحترم نوعا ما نقدر نقول، ما اروح على هذا الشخص يا اخوان، اتركوه. خامسا ذكر نفسك دائما بالسلبيات، يعني ايش تجي براسك هي مثلا شخص اناني، شخص ما يحترم، شخص ما يقدر، شخص عديم الفهم. اذكر نفسي بهذا حتى بعد ما ارجع لها، خلص كل ما تتذكر انه انا اشتاقت لها وكذا وكذا، اتذكر سلبياتها. انت لشنو مشتاق يا حبيبي؟ انت بعلاقه سم، انت لشنو مشتاق بالضبط؟ على انه فقط لين انا احبها؟ واخيرا ركز على بناء اهدافك. صدقني صدقني صدقني، تريد تنتقم بس انجح بشغله معينه، والله العظيم خذها من يمي، تريد فعلا تنتقم انجح بحياتك. ولهنا ونختم هذا الفيديو. طبعا هو هذا الفيديو سريع وقصير لان ادري بيكم بتولون من الفيديوهات الطويله، لكن اتمنى يكون انه وصلت رساله هذا الفيديو. احبكم كل شيء هوايه.